انت مدى تسمع؟ نحكي وياك مدى تسمع؟ مدى تتقبل الكلام؟ عندك إهمال بالسماع. انت من دا تنشئ جيل على رفض العلم، دا تنشئ جيل على رفض التعلم. دا تلاحظ هذا الولد مثلا من انت ما علمته وفتح عينه وكبر وعرف انه هو شيعي، دا تلاحظ هذا راح يجي ياخذ التشيع يوصله بأمانة إلى الآخر، بحيث من الناس تشوفه شيعي يقولون الله ونعم ما ربك آل محمد. راح يجي يصير لو راح يتحول إلى ساب شاتم لاعن مبتدع، يجيب لك يومية بدعة، يتصرف بالنصوص شلون ما يريد. وهو هذا اللي دا نشوفه عند البعض، تمام لو لا؟ واللي هي حسرة بقلبي وبقلبك وبقلب فقهائنا بالنجف الأشرف مراجعنا، دا يشوفون انه البعض ما دا ينطلق من العلم، دا ينطلق من الجهل. ونفس الحال ويا البنية. انت شلون تقدر، شلون تريد ام تصنع مجتمع مدرسة وانت الام ما دا تعلمها الا على ثقافة العدس والبصل وعدم الثقة بيها، بحيث من تريد تروح للمدرسة انت تقولها للسادس وقعدي بالبيت، ايش عندش طالعة بالشارع؟ تعتبر انه المدرسة شارع. اليوم احدى الامهات تتصل بي، واحدة من المدارس هنا في محافظتكم، انه المعلم اجاني، تقول اجاني ابني يحكي فرد حكي مو لطيف. ماما انت منين جبت هاي الالفاظ؟ قالها المعلم قال لي اياها بالدرس. شلون تصدر من معلمك الفاظ؟ تقول انا وين يعني شلون؟ يعني نقعد اولادنا بعد ما نوديهم للمدارس؟ هذا عدم الاهتمام بالعلم او التصرف بالمنطوق العلمي، تصرف جاهل الله سبحانه وتعالى يرفضه، ما يتقبله. ليش؟ لأنه مردود يصير سلبي. واقعا إخواني اليوم العراق يحمل كم هائل من التراث الأدبي، تراث العلمي، تراث الإسلامي. احنا في مرقد قامة من قامات الإسلام، سعيد بن جبير الأسدي، رجل واقعا إن مر به التاريخ يجب أن يقف عنده. أحد العلماء يقول سعيد بن جبير رحل عن الدنيا وثلث الأرض محتاج لعلمه. رجل يترحم عليه الإمام الصادق عليه السلام، يقول رحم الله سعيد بن جبير، كان مؤتما بعلي بن الحسين، مدافعا عن حياض الإسلام. تفضل أتكلم ويا الأخوة، يقولوا لي 5 سنوات صار لنا مقدمين طلب على مود نبلط شارع، 5 سنوات ما صرفوها. ليش ما تصرفها؟ انتوا الآن الزوار اللي اجيتوا بشارع مبلط لو اجيتوا بترابي؟ ليه ساكتين؟ دا ألاحظ البعض دا يجي للزيارة، البعض دا يتبنى لي، حتى دا أسمع ردات هاي بإذني، ردات مثل والعياذ بالله شبيهة بالغناء، ردات خفيفة جدا. بدل ما تتبنى لي ثقافة، تبنى ثقافة وعي، صح لو لا؟ من تقرأ قصايد ضمن قصائدك شيء من الواقع. احنا إلى متى نظل أمة ميتة لا تقرأ دينها بشكل سليم، لا تقرأ رموزها بشكل سليم، ما تقرأ مراجعها؟